مدفع رمضان. مدفع رمضان من العادات اللصيقة قوي في رمضان. أول ما يجي شهر رمضان المبارك في مدفع بيضرب وقت الفطار ووقت الإمساك اللي هو بعد السحور وقبل أذان الفجر. طب ايه حكاية مدفع رمضان وارتباطه بشهر رمضان؟ وامتى أول مرة اتضرب فيها المدفع؟ تعددت الحكايات عن موضوع مدفع رمضان وانه امتى اتضرب وفين اتضرب، ولكن كل الحكايات اجمعت انه اول مرة المدفع اتضرب فيها كان من القاهرة. الحكاية الاولى بتقول ان السلطان المملوكي خشقدم كان جايله مدفعين هدية فحب يجربهم، فطلعت قذيفة من واحد منهم تصادف وقتها مع وقت الفطار، فالناس فرحت وافتكروا ان السلطان ابتكر الفكرة دي عشان يفكرهم بوقت الفطار، فراحوا واتجمعوا قدام مقر السلطان عشان يشكروه. فالسلطان حس ان الفكرة فرحت الناس قوي فبدأ يكررها كل يوم وقت الفطار. اما عن الحكاية التانية فحصلت في عهد الخديوي اسماعيل بسبب خطأ جندي أطلقت قذيفة من المدفع تصادف وقتها مع وقت الفطار، فالناس فرحت بيها جدا وافتكروا ان الخديوي قرر يعمل كده عشان ينبههم كل يوم لوقت الفطار. وتنقلت الأخبار بين الناس إلى أن وصلت لمين؟ لفاطمة بنت الخديوي إسماعيل اللي قررت إنه لازم يتم إطلاق المدفع يوميا في الفطار والإمساك وفي الأعياد الرسمية. أما عن الحكاية الأولى أو الثانية أو أي حكاية تتحكي، المهم إنه هو كان أول مرة أطلق من القاهرة وفضل من العادات اللصيقة لشهر رمضان الكريم اللي بتسبب فرحة للناس بقدوم الشهر الكريم عشان يسمعوا المدفع، وهي دي حكاية مدفع رمضان.